عندما غادر القاسم أروقة BBC، ظن الناس أنه ترك خلفه فقط رصانة اللغة الإنجليزية التي أتقنها في أوساط زملائه، لكنهم لم يستشرفوا مستقبله ليدركوا أنه ترك منذ البداية ميثاق الشرف الذي يمنع الصحفي من أن يكون هو الحدث بدلا من ناقله. وفيما بعد صار برنامجه في قناة الجزيرة القطرية حلبة يراد منها بوضوح استدرار الدماء المعنوية من الضيوف وبث الفرقة في أوساط المجتمع العربي. جد انت اسلوبك يعني مش اسلوبي، تفضل يا حبيبي. انا مش إنها سقطة مهنية مدوية أن يتحول الدكتور الأكاديمي إلى مجرد متحرش غوغائي يغذي الصراع ويقتات على الردح الإعلامي الذي جعل من الشاشة العربية ساحة لتصفية الحسابات الشخصية والسياسية والطائفية بأدوات تفتقر لأدنى معايير الحياء الصحفي. إجابك يا مجدي خليل، يا حقير، يا ابن 60,000 كذا، ماشي؟ اختار القاسم من الوقاحة لغة له ومن الامتهان منهجا يسير عليه، وقد شاهدنا كيف تهاوت لغته إلى معجم يغص بمفردات التحقير والشيطنة، فصار خصومه حشرات ومخالفوه عبيدا ومنتقدو مساره قطيعا في انحدار يمثل تاريخا مليئا بالامتحان الفج لوعي المشاهد. وهي وقاحة المثقف حين يقرر أن يخلع رداء الفكر ليلبس ثوب البلطجة اللفظية، ظنا منه أن قوة الحجة تكمن في علو الصوت وبذاءة الوصف. عن الهجمات الحوثية على السعودية وغض الطرف عنها. خلف كل تلك الصرخات المدوية التي كان يدعي القاسم أنها في وجه الاستبداد يختبئ تاريخ شائك من المهادنة المستترة، سنوات طوال قضاها القاسم يلعب في المناطق الرمادية بتلون حربائي وانتهازية فجة ارتدت قناع الثورة وادعت دور النبي الطاهر الذي لم يلمسه دنس السلطة. كل ثورتكم من شان الحسين، عم تتاجروا بالحسين، لعنتوا أبو المنطقة باسم الحسين. لعل أبشع ما في تاريخ القاسم المهني هو ذلك التلاعب الخبيث بالوتر الطائفي، فقد حول برنامجه في أحلك الظروف العربية إلى منصة لبث الفرقة عبر التجيش واستحضار أحقاد التاريخ لرميها في وجوه الحاضر والضرب تحت حزام السلم الأهلي، فاستمرأ بناء الجدران بين أبناء الوطن الواحد، ورقص فوق ركام عشرات الآلاف من الضحايا في ضحالة أخلاقية وإنسانية لم يتقنها غيره، طالما أن ذلك يضمن له تصفيقا من غوغاء الماسونية والافتراض. يا أخي سجل عندك وجاوب. في نهاية المطاف بل منذ بدايته خسر الأكاديمي وقاره، وخسر الإعلامي أمانته، ولم يبق إلا مؤد بارع في مسرحية هزلية طال أمدها، والتاريخ لا يرحم الذين جعلوا من الكلمة صوتا للجلد بدلا من أن تكون نورا للحقيقة. تفضل. وانت مجرد تفضل. داعش يحل عنها. تفضل يعطيك العافية. الله لا يعافيك. تفضل.